السلام عليكم متابعيني الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مساء الهنا والخير والسعادة. النهاردة هعمل معاكي التومية السوري في البيت بطريقة حلوة جدا، هتطلع معاكي مظبوطة وهتطلع بجد أحلى من اللي بره. على طول هنا في الحلة هحط نص كوباية نشا، وعليهم كوباية مية باردة، وقلبي كويس جدا جدا على البارد لغاية ما كل التكتلات تروح، وتتأكدي ان هما اتمزجوا كويس جدا. الخطوة دي مهمة علشان ما تكتلش معاكي. سر من نجاح سر نجاح التومية معاكي في ان النشا تستوي مظبوط على النار. تعالي اقولك ازاي. انا كده خلاص قلبتي النشا مع المية، وبعدين ارفعي بقى على نار بتكون متوسطة، مش مشكلة هادية، لا عادي. وقلبي بقى تقليب مستمر. واول ما تبدأ بقى تعمل اللون دوت زي ما انت فاكرة تبدأ تتكتل معاكي، ساعتها بقى قلبي بطريقة دائرية كده وبسرعة جدا. اول ما تبدأ ان هي تتقل معاكي قلبي باتجاه واحد كده بطريقة دائرية بسرعة جدا زي ما انت شايفة. كل ما بتقلبي وكل ما تستوي هتلاقي بقى لونها بقى شفاف زي ما انت شايفة كده، ما شاء الله، وكريمية جدا من غير اي تكتلات. السر كله في ان انت بتقلبي بسرعة في اتجاه واحد، وطبعا المقادير مظبوطة. كل نص كوباية نشا عليهم كوباية مية. كده خلاص. ارفعيها بقى من على النار وقلبيها تاني. ما شاء الله. لازم تطلع معاكي شفافة كده علشان تنجح معاكي الوصفة. هاتي بقى الكبة بتاعتك وحطي فيها 3 فصوص توم. انا هنا استخدمت 4 لان انا بحب التوم، لكن المقدار المظبوط ليها هي 3 فصوص، ومعلقة ونص كبيرة خل، وكمان معلقتين زبادي، زبادي ابيض عادي جدا. وحطي كمان معاهم معلقة مايونيز، بتودي الطعم معاكي في حتة تانية خالص. يبقى كده عندي خل وتوم وزبادي ومايونيز، وضيفي عليهم بقى خليط النشا اللي احنا عاملينه. هحطه بقى كده كله في الكبة عندي. بجد بتشتريها من المطعم، بتبقى يعني بيديكي مع الوجبة بتاعتك كمية بسيطة جدا، وغالبا يعني ما بتبقاش بجد بنفس اللي انت بتعمليها في البيت، بتبقى طازة ومفيدة وانت عارفة انت حاطة فيها ايه كويس جدا. ورشي بقى كده رشة ملح عشان تظبط الطعم معاكي. طبعا في ناس بتعملها بالبطاطس، بس دي طريقة سهلة جدا وتعتبر من أسهل الطرق اللي انت ممكن تعملي بيها التومية وتطلع معاكي مضمونة، لأن هي طريقة بسيطة جدا ومش محتاجة أي خطوات كتير. انت بس بتعملي النشا وبعدين بتحطي كل المكونات مع بعض في الكبة وبتخلطي. شايفين ما شاء الله. طبعا يعني بتخلطي حوالي 3 دقايق، وبعدين بتمسكي كده بقى الاسباتيولا وبتتأكدي ان هي بقت كريمية معاكي. الفكرة كلها في الوصفة هنا الضرب الكتير، يعني هتاخد منك حوالي 7 دقايق ضرب في الكبة. كل ما تضربيها كل ما القوام بتاعها يتظبط، وكل ما تطلع معاكي مظبوطة ومفيهاش تكتلات ولونها أبيض فاتح. هنا بقى في المرة التانية بضيف معلقة زيت كبيرة، ويا ريت تستخدمي زيت طعمه حلو لأن هو طبعا هيبان جدا طعمه في الوصفة. وانتي بتضربي بتضيفي طبعا الزيت زي ما انتي شايفة كده، ما شاء الله. هتطلع معاكي بيضة والقوام بتاعها كريمية جدا، وطعمها رهيب، طعمها حلو جدا. عايزة اقولك عندي في البيت بستخدمها على طول مع المشويات، مع الشاورما، مع الكفتة، وساعات كتير جدا مع البطاطس بيطلبوها. الصراحة بتبقى حلوة جدا. قدميها بقى كده من الصوصات الحلوة قوي. ما شاء الله كريمية جدا ولونها تحفة. شايفين؟ طبعا السمك بتاعها ده بيتوقف على كمية الزيت اللي انتي حطاه. لو انتي حطيتي معلقة واحدة، انا هي دي كده المقادير مظبوطة جدا. بس انتي لو لقيتي نفسك مثلا ان هي سمكها قليل ممكن تزودي كمان معلقة زيت، ولو لقيتي سمكها تقيل ممكن تزودي معلقة مية. كل طبعا اهم حاجة الضرب الكويس جدا. وقدميها بقى كده.
بصراحة طعمها والسمك بتاعها ولونها رهيب.